العصر. كان هناك ولد اسمه كريم يحب الطعام اللذيذ أكثر من أي شيء آخر. كانت أيامه مليئة بالوجبات الخفيفة الحلوة والمشروبات الغازية. لم يكن كريم يحب اللعب في الخارج أو ممارسة الرياضة. كان يفضل قضاء وقته في مشاهدة التلفاز وأكل المزيد من الطعام. بمرور الأيام أصبح كريم يشعر بالتعب بسرعة، حتى صعود الدرج القصير كان يجعله يلهث. في أحد الأيام شعر كريم بألم شديد في صدره. اتصلت والدته بالإسعاف بسرعة وتم نقله إلى المستشفى. في المستشفى تحدث الطبيب مع كريم ووالدته عن أهمية الأكل الصحي وممارسة الرياضة. أخبرهم أن السمنة قد تسبب له مشاكل صحية خطيرة. شعر كريم بالحزن والخوف، لكنه قرر أن يغير حياته. وعد نفسه بأن يصبح أقوى وأكثر صحة. بعد خروجه من المستشفى بدأت صديقته ليلى التي كانت دائما نشيطة في مساعدته. اقترحت عليه أن يذهب في نزهات قصيرة. في البداية كانت المشي لمسافات قصيرة تحديا كبيرا لكريم، لكن ليلى كانت دائما بجانبه لتشجعه. بدأ كريم يتعلم عن الطعام الصحي. استبدل الوجبات السريعة بالفواكه والخضروات الطازجة. بمرور الوقت أصبح كريم أقوى وأكثر نشاطا. كان يستمتع بالجري واللعب مع ليلى في الحديقة. لم يعد يشعر بالتعب بعد الآن، وأصبح لديه الكثير من الطاقة لفعل كل ما يحبه. تعلم كريم أن الصحة هي أغلى ما يملك، وأن العناية بالجسم تجعل الحياة أجمل وأكثر سعادة.